فيلمنا النهارده بعنوان زعق عليه. فخلينا بسرعة نبتدي الفيديو بدون أي مقدمات. في بداية القصة بنشوف شوية ناس لابسين هدوم سوداء والظاهر عليهم كده إنهم من طائفة شيطانية، والناس دول بيكون في إيديهم طفل وهم بيجروا ناحية الكنيسة، ولما بيوصلوا هناك بيسلموا الطفل الواحد. بس بنشوف مخبر تبع الشرطة بيبلغ الضابط اللي شغال معاه إن في حاجة غلط بتحصل جوه الكنيسة، وبعدها على طول بيظهر مفتش اسمه حمزة، وبنعرف إن حمزة كان شغال على قضية تهريب مخدرات محلية، ومن نفس سكة القضية دي بيجي لحد هنا. بس اللي كان جاي علشانه ما كانش اللي متوقعه خالص، ولكن اللي بيشوفه بيكون مرعب جدا. وبعد كده المشهد بيتغير لبعد الواقعة دي ب6 سنين، وبنشوف المفتشة سوميا ديف اللي بتكون شغالة على قضية قتل جماعي وشاكة ان الجرائم دي وراها طايفة، وبتفتكر كمان الضابط حمزة اللي واجه نفس الجرائم دي من زمن، فبتستدعيه فورا وبتتكلم معاه، وهو بيحكي لها كل اللي حصل في القضية دي واسم القضية دي على أيام وكان عملية الجمجمة السوداء. وبيبدأ حمزة يحكي لها إنه في الأيام دي كان شغال على قضية تهريب مخدرات محلية، وساعتها واحد من مخابر الشرطة بلغوا إن في المقابر اللي جنب الكنيسة القديمة شوية ناس بيطلعوا جثث من القبور، وحمزة افتكر إن دول المهربين نفسهم، وإنهم يمكن بيطلعوا الجثث علشان يخبوا المخدرات في نفس المكان، وعلشان يمسكهم بيروح المفتش حمزة لهناك مع المساعد بتاعه الصغير اللي بيكون اسمه سيلفام. ووقتها بيكون في 2 متجوزين بيصلوا علشان بنتهم كانت ملبوسة، وهما بيصلوا فجأة علشانها بنشوف راجل من بعيد بينفخ في صدفة أبوك، وبعدها على طول بيحصل البنت حاجة خرجتها عن السيطرة وبتهجم على أمها وأبوها نفسهم. وفي نفس اللحظة بيجوا الناس بتوع الطائفة الشيطانية بيمسكوا البنت وبيشيلوها معاهم في العربية، وفي المقابر بيستنى المفتش حمزة اللحظة المناسبة علشان يهجم على الناس دول وهم بيجروا علشان يهربوا، بس ساعتها نفس العربية بتيجي هناك فبيركب فيها شوية منهم وحمزة بيكون بيجروا وراهم. وفي الناحية التانية بيكون في راجل بيجري ناحية الكنيسة وبيدخلها، والعسكري سيلفان بيدخل وراه على جوه، بس هناك بيلاقي تمثال للشيطان وبيعرف ان دي مش كنيسة عادية، دي كنيسة شيطانية بيعملوا فيها عبادة للشيطان. وفجأة واحد لابس قناع على شكل جمجمة بيجي من ورا سيلفام وبيطعنه في رقبته، فبيقع على طول على ركبته، وبيقدر سيلفام يشوف القائد بتاعهم ماسك طفل في ايديه وبيقدمه قربان قدامه، ومع التضحية اللي قدمها سيلفام بيبدأ يتلوى ويتعذب وبعدين بيغمى عليه. وساعتها واحد منهم بينزل البنت الملبوسة من العربية وبيطلع سيف وبيحاول انه يقطع رقبتها، لكن حمزة بيوصل في اللحظة دي وبيضرب الراجل بالنار وبينقذ البنت منه. وبعد كده لما حمزة بيفتح العربية علشان يمسك الباقيين بيتصدم صدمة عمره لأنهم كلهم ميتين ومخلصين على نفسهم. وبعد كده هو بيرفع تقريره للمفوض، والمفوض بيقول له يعني ما لقيتوش مخدرات؟ لا يا فندم، دول مش مهربين، في حاجة تانية خالص بتحصل هنا. طيب والبنت اللي كانوا خاطفينها حصل لها ايه؟ انا عرفت ان اسم البنت انيتا وابوها وامها بيقولوا انها ملبوسه من شيطان، ودلوقتي يعني مش من الامان انها تفضل في بيتهم، وعلشان كده ابوها وامها خدوها وراحوا يقعدوا عند واحد قريبهم. انا كمان حاسس يا فندم ان الناس دي تبع طائفه شيطانيه. فالمفوض بيرد عليه وبيقول له ملبوسه ايه وسحر ايه؟ انا ما بصدقش في كلام الخرافات دي ولا المركز كله هيصدقك، فسيبك من الحاجات دي وركز انك تمسك المهربين الحقيقيين. بس تجاهل المفوض للموضوع بيكلفه غالي جدا، لانه بعد كام يوم الشرطه بتلاقي في بيت صغير جثث 6 طلاب، وتحت كل جثة منهم مرسوم رمز شيطاني، وعلى الحيطة كمان مرسوم رموز غريبة. فالشرطة بتستنتج ان الجرائم دي اتعملت بسبب طقوس للسحر. وكمان بيلاقوا هناك جثة راجل تاني، والراجل ده كان صحفي، والظاهر كده انه كان جاي علشان يسرب ويسجل اللي بيحصل هنا، لكن للأسف شكلهم حسوا بيه وقتلوه هو كمان. بس المفاجأة انه قبل ما يموت كان قدر انه يصور، وكان بعت الفيديو اللي صوره لعضو من فريقه، والفيديو اللي صوره بينتشر جدا بيكون ترند على مستوى الهند. وفي بنشوف بنت بتعمل طقوس سحر وشعوذة، والبنت دي بيكون اسمها جينيس، وبنعرف ان جينيس دي بيكون بقالها فترة بتنزل صور غريبة ومظلمة على حساباتها في السوشيال ميديا، فالشرطة بتشك ان جينيس عضوة من اعضاء طائفة شيطانية. لكن من بعد الحادثة دي جينيس بتختفي والشرطة بتكون بتدور عليها، وكمان من بعد حادثة الكنيسة سيلفام هو كمان اختفى والشرطة برضه بتكون بتدور عليه. وفي الوقت ده حمزة بيجيله تليفون من مرات سيلفام بتقول له فين سيلفام رجع البيت، بس بيتصرف بطريقة غريبة جدا وبتطلب منه انه يروح لها بسرعة. وبنشوف سيلفان فاتح التلاجة وبيطلع سمك ني وبياكله زي الحيوان. ومن ناحية تانية حمزة بيوصل لبيته ومع المساعد بتاعه ديفيد، فسيلفان بيقابلهم واقف عند الباب، وحمزة بيقول له انت جيت امتى وليه ما بلغتش المركز برجوعك؟ ما ردش عليه، وحمزة بيقول له مراتك كلمتني وكانت بتعيط، انا عاوز اتكلم معاها. ولما بيحاول انه يدخل سيلفان بيوقفه بيقول له انها نايمة دلوقتي وتقدروا تمشوا علشان انا كمان عايز استريح. فبيمشوا فعلا، لكن حمزة بيلاحظ دم على قميصه وهو بيفتكر ان سيلفام لمس قميصه من شوية، ويمكن وقتها الدم نزل على القميص، فهما الاتنين بيحسوا انه في حاجة غلط جوه. وجوه البيت بنشوف سيلفام وهو بيجر مراته على الارض وبعدين بيعلقها في السقف وبيشنقها. وفي اللحظة دي حمزة وديفيد بيحدفوا طوبة من بره لجوه البيت، فسيلفام بيسمع الصوت وبيطلع يبص من الشباك، وديفيد بيستغل الفرصة وبيدخل البيت من غير ما يحس بيه، وجوه بيلاقي بواقي سمك كتير متاكلة ومرمية في كل حتة. فبيتصل بحمزة بسرعة وبيقول له يا فندم في حاجة هنا غريبة جدا.
وبعدين بيدخل أوضة تانية بيلاقي مرات سلفان بتتخنق وبتحاول إنها تنقذ نفسها، فبيجري فورا علشان يساعدها. وفي نفس الوقت سلفان بيدخل البيت تاني وديفيد بيكون لسه بينزل مراته من الحبل، لكن ساعتها سلفان بيهجم عليه وبيكون في حالة هياج دموي، وكان هيموت ديفيد لولا إن حمزة دخل من ورا وضربه على دماغه. فبيقع سلفان وبيفقد الوعي، وبعد كده بينقذوا مراته وبيبعته هو على المستشفى علشان يتعالج. وبعدها حمزة بيجيله اتصال من مكتب الأخبار، فبيروح يقابل رئيسة التحرير بتاعته وبتقول له إن الصحفي بتاعهم تشارلز بقى له مدة بيعمل بحث عن جينيس، وبتدي حمزة ملف تشارلز. فبيقعد يبص في الملف وبيلاقي في صورة أنيتا، وأنيتا دي اللي كانت في الكنيسة لو تفتكروا. فبيتخض وبيقول لديفيد لازم تعرف أنيتا وجينيس علاقتهم ببعض إيه. وبعد كده ديفيد بيروح ناحية بيت أنيتا وبيسأل الناس عليها، وبعدين بيتصل بحمزة وبيقول له أنيتا كانت مديرة لجينيس، وكان في جروب مكون من 4 وهم أنيتا وعيسى وياسمين وجوتام، وجينيس كانت صاحبتهم كلهم، وأقرب واحدة لجينيس كانت أنيتا. الفترة اللي فاتت جينيس اتخانقت مع الجروب ده، وبعد الخناقة عيسى وياسمين وجوتام بعدوا عنها. وديفيد بيكمل وبيقول له ال3 دول عليهم شبهة، ومنهم بطلة رماية على مستوى الولاية وأبوها كمان ضابط في الجيش. فحمزة بيقول له دور على ال3 دول وكلمهم، أكيد عارفين حاجة. وبعد كده حمزة بيجيله اتصال من المستشفى، والدكتور بيقول له انهم لقوا في جسم سلفان نوع نادر وخطر جدا من المخدرات، والنوع ده اسمه بلاكا، واللي بيسموه كمان مخدر الزومبي. المخدر ده بعد ما اي حد بياخده بيبقى عنيف جدا وبيتعود على اكل اللحمه الني، وغير كده كمان في علامه غريبه على رقبه سلفان. والدكتور بعدها بيبعت صوره لحمزة، وبعد كل ده حمزة بيتكلم مع والدة ووالد أنيتا وبيوري لهم صورة العلامة دي وبيقول لهم انتوا تعرفوا حاجة عنها ولا لأ؟ فوالدتها بتقول له دي نفس العلامة كانت موجودة على رقبة أنيتا برضه من الناحية التانية. ووقتها ديفيد بيقابل راجل كان عنده معلومات عن جينيس وعن أصحابها كمان. وبعدها بشوية وقت حمزة وديفيد بيقعدوا يستجوبوا الراجل وبيقول لهم إن اسمه فيكي. فحمزة بيسأله انت تعرف جينيس ازاي؟ فالراجل بيقول له انا بيتي جنب بيت أنيتا، وكنت بشوف جينيس دايما رايحة جاية على بيتها، والصراحة البنت كانت جميلة وأعجبت بيها، وكنت كمان متابعها على السوشيال ميديا. بس في نفس الوقت جينيس دي كانت بنت غريبة، كانت بتنزل بوستات عن السحر الأسود وطائفة الشياطين. وعيسى وياسمين وجوتام هما كمان حسوا ان جينيس مش بنت كويسة، وراحوا لمامة أنيتا وقالوا لها انها تبعد أنيتا عن جينيس لان البنت دي مش مظبوطة وما تدخلهاش البيت تاني. لكن جينيس وقتها عرفت بالكلام ده، وبعدها اتخانقت مع ال3 وقطعت علاقتها بيهم. بعدها ديفيد بيوصل فيكي لحد البيت، وهو في السكة بيجي لفيكي تليفون من عيسى، وعيسى بيقول له انه عرف مكان بابير بيه. فديفيد بيسأله هو مين بابير ده؟ عيسى وياسمين وجوتام كانوا بيحققوا لوحدهم علشان يفهموا ايه اللي حصل مع أنيتا وجينيس، وبدأوا يشكوا ان ورا الموضوع ده كله شخص اسمه بابير، وده بلطج المنطقة هنا. فلما ديفيد بيسمع الكلام ده بيحس ان اول واحد لازم يمسكه هو الشخص اللي اسمه بابير، وبيروح مع فيكي علشان يقبضوا عليه. وفي الناحية التانية حمزة بيسأل مامة أنيتا إذا كانت فعلا شايفة إن أنيتا كانت ملبوسة من شيطان ولا ممكن يكون ده مرض نفسي، وبيسألها كمان انتوا عرضتوها على دكتور ولا لأ؟ فقالت له لأ، وبتحكي له إن واحد من أصحاب والد أنيتا اسمه الأب دون لات هو اللي كان بيعالج أنيتا، وهو اللي عمل لها طقس طرد الأرواح الشريرة. ففورا حمزة بيروح يقابل الأب ده وبيسأله إذا كانت أنيتا فعلا ضحية لقوة خارقة ولا مجرد وهم ومرض. بس دون لات ما بيدوهش جواب مباشر، وبيقول له إن أنيتا كانت بتعاني من مشاكل في الثقة بالنفس ومن إحساس بالنقص، والمشاعر المعقدة اللي زي دي بتتحول جوه الإنسان لقوة بتسيطر عليه. بس حمزة ما بيقتنعش بكلامه، وبيفسر حالتها بإن ممكن المخدر اللي استعمله على سفلام هو نفسه اللي استعمله على أنيتا، ويمكن يعني عرفت حاجة ما كانش المفروض تعرفها عنهم، وعلشان كده هم وصلوها للحالة الصعبة دي، وده علشان ما تتكلمش. المهم بعد كل ده الشرطة بتلاقي جثة راجل تاني، وتحت جثته برضه مرسوم رمز شيطاني، وعلى الحيطان نفس الرموز دي. فالشرطة بتسجل الرموز دي وبتفهم إن معناها اسم أكالي، يعني اللي ما ينفعش يتقتل. وبعدها الشرطة بتطلق على الجماعة دي اسم جماعة أكالي. ومن ناحية تانية ديفيد بيدخل منطقة بابير، وكان عيسى هو كمان بيدور عليه، ولما بابير بيعرف إنهم بيدوروا عليه بيهجم عليهم هو ورجالته بيحاول يهرب. وفي الجهة التانية حمزة بيروح يقابل مامة جينيس اللي بتكون اسمها مريم، وبيوريها صورة أنيتا وبيسألها إذا كانت جينيس قالت لها أي حاجة عن أنيتا. ولكن مريم فجأة بتهجم على حمزة وبتحاول إنها تقتله، وساعتها مخبر الشرطة بيضطر يضرب عليها نار، ومريم بتتصاب وبتقفل على نفسها باب المطبخ. فحمزة بيقول للمخبر نزل سلاحك، لكنه بيرفض وبيقول له يا فندم ابعد انت عن الموضوع ده لأنه موضوع عائلي بينا. وبيتخانقوا هما الاتنين مع بعض. وفي اللحظة دي مريم بتخرج شايلة أنبوبة الغاز بتاعة المطبخ، وبتكون فاتحة الغاز بتاعها على الآخر، وفي إيدها ولعة وبتقول لحمزة يمشي من هنا وإلا هتفجر الأنبوبة. لكن في نفس الوقت مخبر الشرطة من بره كان هيضرب بالنار على مريم، ومريم أول ما بتشوفه بسرعة بتقفل الباب، ومع أول طلقة ضربها الأنبوبة بتنفجر، ومريم بتموت في الانفجار ده، والانفجار بيصيب حمزة هو كمان لكن بينجو بحياته. وبعد كل اللي حصل ده عيسى بيقابل حمزة
وبيوري له فيديو بنشوف فيه أنيتا بتقول إنها عرفت مكان جينيس وإنها واقفة بره وبتسجل لهم بالفيديو، لكن فجأة حد بيجي من وراها وبيمسكها والفيديو بيقطع عند اللحظة دي. فحمزة بيسأله هو الفيديو ده وصل لك إزاي؟ وبعدها عيسى بيبدأ يحكي له كل اللي حصل، وبيقول له من وقت ما جينيس اختفت وأنيتا كانت عايشة في قلق وكانت بتدور عليها علشان تطلعها من الطائفة الشيطانية السرية، كانت عاوزة ترجعها لحياتها الطبيعية، وعلشان كده جات لي علشان تطلب مساعدتي، وكان معاه السكريبتات المشفرة اللي جينيس كانت كاتباها وبتدور على أي حل علشان تفك الشفرات دي. وبعد مجهود كبير جدا قدرت أعرف معلومة عن واحد من أعضاء الطائفة الشيطانية السرية دي، لكن وقتها حصلت كارثة. مامة أنيتا كلمتني وقالت لي إن أنيتا راحت تقابل حد ولسه مرجعتش، فأنا اتوترت جدا. وبعد شوية وصلني فيديو مسج منها، فأخدته ورحت على مركز الشرطة، بس المخبر اللي هناك بدل ما يكتب محضر كان بيكلمنا بأسلوب تهديد وقال لنا امسحوا الفيديو ده، وخد مننا عنواننا وأرقام تليفوناتنا كمان، وإحنا بقينا حرفيا مش عارفين نعمل إيه. وبعدها ابتدينا ناخد بالنا إن في ناس غريبة بتراقبنا إحنا التلاتة، وفي ليلة حد حاول يدوسني بالعربية ويموتني، وجبنا تسجيل كاميرات الشارع وشفنا رقم العربية ومنه وصلنا لصاحبها، بس صاحب العربية قال العربية أصلا ما كانتش معاه، العربية كانت اتسرقت، وقال لنا إن هو راجع من حفلة مع أصحابه. الشرطة وقفتهم علشان كانوا شاربين ونزلوهم من العربية وابتدوا يسألوهم، وفي نفس الوقت ده بالظبط حد سرق عربيتي، بس بعدين الشرطة مسكت الحرامي ورجعوا له العربية، وبالصدفة لقينا في العربية موبايل شريك الحرامي اللي الظاهر كده كان وقع منه، وساعتها واحنا بنفتش في التليفون لقينا عليه تسجيل صوتي بين الحرامي وبين واحد من مركز الشرطة، وعلى ما أظن كده كان اسمه المفتش لورانس، والحرامي ده كان هو بابير. الاتنين كانوا متفقين مع بعض، وكل اللي حصل ده كان خطة من خططهم. فحمزة لما بيعرف الكلام ده بيتصدم ان جماعة أكالي ليهم ناس جوه الشرطة كمان، وفي اللحظة دي بيجي لعيسى رسالة من جانيس، ونفس الرسالة بتوصل لياسمين وجوتام. جانيس بعت لهم في اللوكيشن بتاعها اللي كان عبارة عن محطة كهرباء، وحمزة بيحس ان ده ممكن يكون فخ، وعلشان التلاتة يكونوا في امان بيقرر يروح معاهم، وبيقول لهم يقعدوا يستنوا في العربية. ولما بيدخل هو وديفيد جوه المكان بيلاقوا على الارض نفس الرمز الشيطاني، وفوقه على طول جثة بنت متعلقة، وهناك بيقابلوا المفتش لورانس وبيقول لهم ان في حد هجم عليا. ولما حمزة وديفيد بيروحوا يبصوا على المهاجم، لورانس بيخونهم وبيهجم على حمزة من ورا، وبره الناس بتوع طائفة أكالي بيهجموا على عيسى وجوتام، فبيحاولوا يهربوا منهم ويستخبوا جوه المصنع، لكن جماعة أكالي بتدخل وراهم. بس في وسط ده كله جماعة أكالي نسيت حاجة مهمة، بطلة الرماية ياسمين اللي كانت منتظراهم في شنطة العربية ومع المسدس بتدخل المصنع بكل شجاعة وبتواجههم كلهم لوحدها، وواحدة واحدة بتخلص على كل أفراد الجماعة. وبعد كل اللي حصل ده ديفيد بيسأل لورانس هو انتوا اللي بتحموا جينيس؟ هي جينيس هي أكالي؟ لورانس قال له لأ، جينيس مش هي أكالي، احنا تابعين لمملكة الظلام في العالم ده، وملك العالم المظلم ده هو أكالي، وأكالي شاف في جينيس حاجة مميزة، وبأمر منه أنا غسلت دماغ جينيس وجبتها لعالمنا، وفي الآخر كان المفروض أسلم جينيس لأكالي، لكن أنيتا وهي بتدور عليها وصلت لحد وقرنا، وعلشان كده مسكناها هي كمان. احنا ما بنقتلش حد كده من غير سبب، إلا لو الحد ده محتاجين نقدمه قربان، ولو عملنا غير كده الطقوس بتاعتنا بتبوظ، وعلشان كده سيبنا أنيتا عايشة. بس هي كانت عرفت سرنا فاديناها جرعة مخدرات كبيرة هتخليها مش قادرة تحكي لأي حد على شافته. بسبب جانيس واحد من بره عالمنا قدر لأول مرة يوصل لوقرنا، وغالبا جانيس كانت قالت لأنيتا على حاجة فأكيد حكت لمامتها، وعلشان كده أنا اللي خليت مريم أم جانيس تتقتل برضه من المخبر بتاعك. وهنا حمزة بيسأله طب وال7 جرائم قتل اللي انتوا عملتوها ليه؟ تقدر تقول كده كانوا جزء من الطقس بتاعنا، الصحفي ده هو اللي وقع في الفخ بتاعنا وجالنا لحد عندنا لوحده فكان لازم نموته. وبعد ما خلصنا الطقس ظبطنا كل حاجة علشان تبان ان جينيس هي اللي عملت ده كله لوحدها، وبعد كده كانت جينيس هي كمان هتتقدم كقربان، ومع موت جينيس القضية كانت هتقفل مع نفسها. طب يا جينيس فين دلوقتي؟ وصلت لأكالي. حمزة كان لازم يعرف أكالي ده مين وليه بيعمل الطقوس دي، وهو بيدور على إجابات للأسئلة دي بيروح هو وعيسى للراجل بتاع الطائفة السرية اللي عيسى كان قبله قبل كده، هو بيدور على جينيس، والراجل بيقول لهم احنا ما بنآمنش بأي صنم وبنؤمن بالشيطان، ومع الوقت في مجرمين دخلوا الطائفة بتاعتنا واحنا بقينا نسميهم المتطرفين، بيموتوا أي حد بريء علشان مصلحتهم وشوهوا سمعتنا. الرموز اللي الشرطة لقيتها في مسارح الجريمة وفسرتها ان معناها أكالي، ومعنى التفسير كان صح، بس في الشفرة كان في معنى تاني كمان وهو كلافكس يعني مفتاح الجحيم، وأكالي عاوز المفتاح ده وعلشان كده كل الطقوس دي بتتعمل. طب جينيس ايه علاقتها بيهم؟ وهنا الراجل بيقول له جينيس مش بنت عادية، دي حالة نادرة لأنها مصابة بنوع معين من طفرة اسمها ألكسندريا، والبنات اللي عندهم الطفرة دي ما بيجيلهمش الدورة الشهرية طول عمرهم، وفي العالم بتاعنا البنات دول بيعتبروهم سلالة نقية، وفي كتاب قديم مكتوب فيه البنات المتحورة دي هيتولدوا امتى وفين، وكل ما بتتولد بنت بالطفرة دي أكالي بيخلي رجالته يخطفوها من جوه المستشفى وبتتقدم كقربان في طقس من الطقوس بتاعته.
بس جينيس بطريقة ما فضلت عايشة. غالبا في حد كان عارف باللي بيحصل وأنقذ جينيس وهي طفلة، ولكن الهروب منهم صعب. مع الوقت برضو عرفوا مكان جينيس، وعلشان الطقس الكبير ده يتم بيتبعوا نمط معين. بيضحوا في الأول بشوية أبرياء، وفي الآخر بيقدموا البنت المتحورة اللي زي جينيس كآخر قربان. واسم زعيم الجماعة دول أنا سمعته قبل كده بس مش فاكره بالظبط، يمكن كان حاجة زي فضلبور أو حاجة زي كده يعني. فأول ما حمزة بيسمع الكلام ده بيجي في دماغه اسم واحد بس، وهو الأب دونلات اللي كان بيعالج أنيتا. هو بيشك إن هو نفسه أكالي، وعلشان يتأكد بيروح يراقب بيت دونلات من بره، فبيشوفه طالع من البيت وماشي لمكان معين. فبيستغل حمزة إنه مش موجود في البيت، وهو بيدخل علشان يدور على أي دليل. وهو في غرفة من الغرف بيلاقيها هياكل عظمية كتير وأدوات مستخدمة في الطقوس. وبعدين بيبتدي يفتش في باقي البيت، لكن فجأة واحد بيهجم عليه من ورا. حمزة بيقدر يوقعه وبيبص في وشه، وهو بيتصدم لما بيلاقي الأب دونلاد نفسه، مع إنه من شوية كان شاف دونلاد خارج من البيت وما كانش عارف يستوعب اللي بيحصل. فبيسأل دونلاد بنفسه وهو بيقول له عرفني الحقيقة، إيه اللي بيحصل هنا؟ فدونلاد بيقول له اللي أنت شفته طالع من البيت، وافتكرت إن هو أنا، ده أخويا التوأم سيباستيان. هو حابسني في البيت وعاملني إقامة جبرية، وهو بيستغل إن شكله، والنهارده هو اليوم اللي كان ناوي يقدم فيه جينيس قربان، وأنا هساعدك ولازم نوقفه. أنت دلوقتي لازم تروح تنقذ جينيس، وأنا هتولى علاج أنيتا. دونلاد بيروح يعمل طقس طرد الأرواح لأنيتا، وعيسى وياسمين وجوتان بيكونوا موجودين هناك. وفي الجهة المقابلة بنشوف سباستيان حاطط على وشه جمجمة حيوان ومعاه جينيس، وكان على وشك إنه يقدمك قربان. لكن في اللحظة المناسبة حمزة بيوصل وهو بيقدر إنه يوقفه وبينقذ جينيس. وهنا دونلاد كان بيحاول بكل طاقته لكن مش عارف يعالج أنيتا، فأنيتا بتخرج عن السيطرة وبتكسر تمثال الشيطان اللي هناك. وبعدها المبنى كله بيحصل فيه زلزال، جزء كبير من المبنى بينهار وهو بيقع على دونلاد وبيدفن تحته. وللأسف أنيتا بتموت بعد كل اللي حصل ده، والشرطة بعدها بتقبض على سباستيان. وسباستيان بيعترف إن هو أكالي وكان بيعمل ده كله علشان يوصل لمفتاح جهنم، ودي عقيدة شيطانية هو مآمن بيها، وهو بيعترف بكل الجرائم اللي عملها بسبب عقيدته دي. بس بعد الحادثة فورا جينيس بتختفي تاني، محدش عارف هي عايشة ولا ميتة. ودونلاد برضه ما كانوش لاقيينه، ما لقيناش جثته تحت الأنقاض. بس الصدمة ساعتها إننا لقينا تحت الأنقاض نفق موجود تحت المكان. وهنا المفتشة سوميا بعد ما عرفت كل الحكاية من حمزة قالت له أكالي اتمسك من 6 سنين، وعلى حسب كلامك الأب دونلاد انتوا ما لقيتوش أثر لجثته، والجرائم اللي بتحصل اليومين دول مشابهة جدا للي كان بيحصل زمان. هو بتوري حمزة شوية صور وبتقول له احنا من قريب لقينا شوية جثث جنب قرية اسمها نادي، ومع الجثث دي ظهرت نفس نوع الرموز، ودي نفس الرموز اللي شفت صورها في قضيتك. فحمزة بيفسر اللي بيحصل بأن ممكن الأب دونلاد ضحك عليهم كلهم وهو كالي نفسه. ومن المتوقع ان في جزء تاني لانهم سايبين النهاية مفتوحة. فأتمنى الملخص يكون عجبكم، وبس كده، السلام عليكم.